السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. لو أول مرة تشوفيني، دي قناتي، وإن شاء الله هنعمل وصفة النهاردة سهلة وبسيطة. هنعمل بسكوت اقتصادي سهل جدا، هنقدمه جنب كوباية شاي أو فنجان قهوة يتشرب مع أي حاجة. سهل في عمايله جدا، وأغلب المكونات إن شاء الله هتكون موجودة عندكم في البيت. الوصفة سهلة خالص بدون أي افتكاسات، وأحسن من بسكوت المحلات، وهتعجبكم وتعجب كل اللي في البيت، وإن شاء الله تجربوها. ولو أول مرة تشوفي القناة دي إن شاء الله تشتركي فيها، ولو عجبك الفيديو تعملي لايك. وشايفين ده شكله النهائي. يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هنعملها، هنجيب بيضتين بس يكونوا بدرجة حرارة الغرفة. يعني ايه؟ يعني بتكوني مطلعاهم من التلاجة من قبلها بشوية، يعني بساعتين 3 كده، تمام. ما يفضلش ان هو يكون ساقع. وهنحط عليهم كيس فانيليا وكوباية سكر بودرة، ونضرب بالمضرب زي ما انتم شايفين كده. هنفضل نضرب لحد ما لونه يفتح خالص. هتبصي تلاقي لونه بقى ابيض بمضرب الكهرباء. ولو عندك برضو، لو مفيش مضرب كهرباء، تعملي بمضرب اليدوي بس هياخد وقت. وهنا معانا نص كوبايه سمنه على زيت او زبده على زيت. لو عايزه تستخدمي زيت بس مفيش مشكله، زبده بس مفيش مشكله، يعني المتاح عندك. ودي نص كوبايه نشا. وطبعا كل ما بنحط مكون من المكونات بنفضل نقلب. انا بقى بدات اشتغل هنا بالمضرب اليدوي. انا عملت البيض بس في الاول بالمضرب الكهربائي، وبعد كده ببدا اشتغل بالمضرب اليدوي. بعد ما حطينا النشا وامتزج كده وقلبناه، هنبدا بقى نحط معانا كوبايتين دقيق او كوبايتين ونص، حوالي ربع كيلو. هنحطهم بالتدريج، مش هنحطهم مره واحده. يعني حطينا نص المقدار اللي معانا، وحطينا عليه البيكنج باودر، وبعد كده حطينا الباقي. وبرضه نبدا نقلب بالمضرب بتاعنا. الحاجات البسكوتات والحاجات دي مش بتتعجن، هي بس بتتقلب. يعني مش بنعجنها، مش زي المعجنات، مش زي البيتزا، مش زي الكرواسون، لا. البسكوتات ما بتتعجنش، بتتقلب بس. زي ما انتم شايفين ده القوام بتاعه وصل لكده، هو ملزق شويه. هقسمه نصين زي ما شفتوا كده. النص الاولاني هسيبه ابيض زي ما هو، والنص التاني هحط عليه كاكاو. بس مش هجيب كاكاو مسكر، انا هجيب كاكاو خام. ده بيبقى عند مستلزمات الحلويات، محلات مستلزمات الحلويات، او عند العطار عادي. بتقولي له انا عايزه كاكاو خام، وتجيبي طبعا نوع كويس. بيبقى الافضل انك انت تجيبي النوع الاسباني. حطيت كوبايه صغيره، وبدات اقلب بالشكل ده لحد ما هتدي اللون البني خالص. والجوانتي ضايقني فقلحته اهو. شايفين اللمعه الجميله، في لمعه حلوه جدا في العجينه. ده بقى الجزء الابيض. انا زي ما قلت لكم هو بيلزق. احط كميه قد اللي حطيتها من الكاكاو البني، هحطها دقيق لحد ما توصل للقوام اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. شايفين القوام عامل ازاي؟ واللمعه بتاعته جميله جدا. هنجيب بقى المقدارين اللي احنا عملناهم، وهناخد نعمل كور صغيره بالشكل ده. هنخلص الابيض كله، نعمل كور صغيره كله، وبعد كده هنعمل البني. هي بس دي الحاجه الوحيده اللي بتاخد وقت منك في العمايل. الكور دي هي بتاخد وقت عشان هي صغيره قوي، فكميتها كبيره فهتاخد وقت. دي الكميه كلها. هبدا بقى اعمل هحطهم جنب بعض. هجيب 3 كور ابيض و3 بني. يعني هنحط واحده بني وواحده ابيض، واحده بني وواحده ابيض بالتبادل. ده الشكل اهو، ده شكلها النهائي. وبنلفها شويه كده، وبعد كده بندوس عليها، مش بنبططها او بندوس عليها دوسه بسيطه كده بايدينا. برضو زي ما بقول لكم، شايفين اللمعه عامله ازاي. ونحطها في الصينيه او في القالب بتاع الفرن. الكميه كلها هنعملها بالشكل ده. انا في الاخر هيتبقى معايا كام واحده بيض ملهمش بني، فهتحطيها تعمليها اي تشكيله بشوكه باي حاجه عندك، وتحطيها في الوسط وخلاص. مش لازم البني. يعني لو طلع معاكي في الاخر حاجه بني زايده او حاجه بيضه زايده، بتحطيها لوحدها. شكله يتاكل وهو ني، شكله جميل جدا كده. انا خلصت الكميه كلها. هرصها في الصينيه. بدهن الصينيه بسيط جدا جدا زيت، واحطها في الفرن حوالي ربع ساعه او تلت ساعه. طبعا كل فرن بيبقى ليه التوقيت بتاعه. في فرن بيبقى عالي يخلص بسرعه، ودي طبعا هو في الفرن هتبداي تتابعيه. بنطلعه من الفرن، ده بيبقى شكله النهائي.
شكله جميل جدا، هيفتح النفس، ريحته تحفه. شايفين من تحت عامل ازاي؟ ما تلسعش مننا، ما لزقش الحمد لله. بتسيبيه شويه في الصينيه لحد ما يبرد وبعدين تبداي تشيليه. ريحته جميله جدا. كل اللي عندك في البيت هيحبوا ياكلوه، بدل ما تجيبوا بقى بسكوت من بره وكده، تعملي لهم في البيت وكل هيبقى مبسوط منه. وان شاء الله تجربيه ويعجبكم. وزي ما قلت لكم ده اول فيديو ليا في القناه، ويا ريت تشتركوا في القناه وتعملوا لايك، ما تنسوش اللايك كده